بيبدأ فيلمنا في الهند مع سيا اللي كانت مستمتعة جدا بالمطرة، ولما المطرة وقفت قالت لها وقفت ليه يا مطرة؟ وروني بيشوفها وبيستغرب انها بتكلم المطر وبيقعد يضحك عليها جدا، ولما لفت وشها لقت روني باصص لها فقالت له خلصت بص؟ فقال لها روني لا انا كنت مستنيكي تخلصي عشان اكلم المطر انا كمان، وبيقعد يضحك ويتريق عليها وبيقول لها انت مجنونة، فبتقول له طيب يلا اخرج من هنا. وقبل ما كان ماشي السواق بيفرمل فبيترمي روني عليها وهي بتحضنه بالغلط، وروني بينسى نفسه وهي بتشيل ايده وبتمشي وبتروح تقعد مع مامتها. وبعدها روني بينزل في المحطة وبيشوف سيا في القطر، ولما هي بتاخد بالها منه بيبعت لها بوسة في الهوا فبتتكسف وبتلف وشها وبتضحك وبتنزل له من القطر وبتقول له انت مفكر ان انا هحبك ولا ايه؟ فقال لها هتحبيني، احنا لسه في البداية. وسيا فعلا بتبقى حبته وبتسيبه وبتمشي. وكان في واحد في المحطة اسمه راجو وشاف سيا واعجب بيها، وراجو يبقى زعيم عصابة خطيرة جدا. وروني بيقرر يرجع للقطر تاني عشان خاطر سيا، والقطر بدأ يتحرك فسيا بتيجي وبتقول له ابويا شكله خرج من القطر ولسه مرجعش. فروني خرج بسرعه عشان يدور عليه، ولكن بيطلع ان ابو سيا لسه في القطر، فبتنادي على روني بسرعه وبتقول له ابويا طلع في القطر وبتشاور له عشان يركب بسرعه. وروني اول ما بيشوفها بيطلع يجري على القطر بس بيتكعبل وبيقع على الارض، وللاسف ما بيلحقش يركب القطر وبيتضايقوا هما الاتنين علشان مش هيشوفوا بعض تاني. وبعدها بيروح راجو لمدرسه الشاولي لتعليم الفنون القتالية، وبيقابل باباه اللي بيبقى المعلم بتاع المدرسة كلها. وبيوصل تاني يوم روني لنفس المدرسة اللي بتعلم الفنون القتالية، وبيخش المدرسة كانوا الطلاب بيتمرنوا على اليوجا مع المعلم، وروني بيقاطعهم وبيقول للمعلم انا معايا رسالة ليك من بابايا. وبنعرف ان ابو روني والمعلم كانوا صحاب زمان، وكان مكتوب في الرسالة انك لو بتقرا الرسالة دي فانا ميت دلوقتي. وابو روني كان بيوصي المعلم على روني، ولان روني مستهتر شوية ومش بيهتم غير بالقتال، وبيقول له انا بعد ما اموت هكون خايف عليه جدا، وحاول تهتم بروني وتخليه انسان. وبعد ما المعلم قرا الرسالة بيتعرف على روني وبيسأله عندك كام سنة؟ روني قال له 23. فالمعلم قال له انا عندي 68 سنة. فروني بيضحك وبيتريق عليه، والمعلم قال له شكلك بتاع مشاكل. فروني قال له اللي بيجي على سكتي اكسر عظمه. فالمعلم راح ماسك روني وقلبه على الارض وبيحرجوا قدام الطلاب كلهم، بس روني بيقوم وبيقول له انا مش بمد ايدي على عواجيز. فالمعلم قال له طب حاول كده. فروني لسه هيقول له بلاش تجربني، راح المعلم ماسكه تاني من ايده ووقعه على الارض وبيقول له يلا روح على اوضتك وتنام بعد ما انا انام، تصحى بعد ما انا اصحى. وبيروح روني الاوضه وبيقابل رامن وبيتفرجوا على الاوضه والمكان وبيعرفوا على عيل صغير اسمه سيبهم. وروني بيلاقي ان الاوضه فاضيه وما فيهاش اي نوع من انواع الراحه، والسرير عباره عن قماشه هتتفرد على الارض وما كانش فيه تكييف ولا ثلاجه. وروني بيسال رامن وبيقول له هو ما فيش اي اكل؟ فرامن بيقول له انت اللي هتعمل الاكل للطلبه، لان كل الطلبه في سباق قوارب وبنشوف سباق القوارب وكان راجل مشارك فيه، وسيا كانت من ضمن الحضور وبتشجع. وراجل لما شافها موجودة بيتشجع وبيتحمس جدا وبيركز في السباق عشان يلفت نظرها، وفعلا بيفوز راجل بالسباق. ومرضاش راجل يروح يستلم الكاس وكان بيدور على سيا، بس سيا بتبقى مشيت نزلت المدينة. وساعتها روني كان شايل أكل الطلبة اللي هيعمله وعدى من جنبها بس مش بيشوفوا بعض، والجو بيبدأ يمطر وسيا بتتبسط جدا. وساعتها بيشوفها روني وبيروح لها وبتقول له انت تاني، وبتقول له انت عارف ان انا متضايقه جدا عشان خليتك تنزل والقطر سابك ومشي. فروني بيقول لها انا كنت قاصد اسيب القطر على فكره، عشان ايه فايده اكون راكب قطر مفهوش ولا بنت حلوه؟ وسيا بتضحك جدا وبتسيبه وبتمشي، وهو بيروح وراها وبيقول لها انت ما وراكيش حاجه غير انك تتبلي من المطر، وهي بتقول له انت ما وراكش حاجه غير انك تمشي ورايا. وروني بيقول لها ان الدنيا دايما بتتمطر واحنا بنتقابل، شكل كده مقدر لينا اننا نشوف بعض. وبعدين بيشاور لها على المناره دي وبيقول لها تعالي نروح لهناك، ولكن الدنيا بتوقف مطر. وبيقول لها لو مقدر لينا اننا نشوف بعض تاني فهنشوف بعض لما الدنيا تمطر. وسيا بتسيبه وبتمشي. وبعدها بيخش روني المدرسة وبيشوف راجو وهو بيتدرب مع الطلاب، وبيتفاجئ روني من قوة راجو ومهاراته في القتال. بس راجو بيقعد يفكر في سيا وهو بيتدرب، وفي طالب بالغلط عور راجو في صدره، فراجو بيتعصب جدا وبيضربه ضرب شديد وبكل افتراء. وقبل ما كان هيخلص عليه بيتدخل المعلم وبيقول كله يروح ينام، بس روني مش بينام وبيروح يسهر وبيسكر مع رامن
بالصدفة أبو سيا بيقعد معاهم وبيسكر هو كمان. وتاني يوم الصبح المعلم بيخلي المساعد بتاعه يصحي روني بدري عشان روني يعمل لهم الأكل وينظف المكان ويقعد يرن الجرس. وفضل روني على الوتيرة دي لفترة كبيرة جدا لحد ما روني بدأ يزهق ويتخنق. وفي يوم الدنيا بتمطر وسيا وروني بيفرحوا جدا. وسيا كانت خارجة من البيت بس فجأة بتلاقي راجو في وشها واقف قدام الباب. وراجو بيبقى جه عشان يقابل أبو سيا ويقول له أنا عاوز أطلب إيد بنتك. بس أبو سيا بيقول له كان لازم باباك أو مامتك يجوا معاك في يوم زي ده. وبيقول له سيا بنتي بيتقدم لها عرسان كتير من وهي صغيرة بس أنا برفض عشان عاوزها تركز في التمثيل. فراجو بيطلع له شنطة مليانة فلوس وابوها لما شاف الفلوس بينبهر وبيقوم وبيقول لراجو يلا حضر تعاوي الفرح، اعتبر نفسك اتجوزت بنتي خلاص. وراجو بيفرح جدا وبياخد بعضه وبيمشي. اما سيا بتروح المنارة اللي روني قال لها عليها وبتبدأ الدنيا تمطر تاني وروني بيكون موجود برضه بس مش شايفين بعض. وسيا بتكلم السحابة وبتقول برضه مطري عند بيته علشان يعرف ويجي هنا. وبيسمعها روني وبيجي لها ويقول لها انت مجنونة على كده. وكمان بتكلمي السحاب وبيقعدوا يهزروا وبيضحكوا سوا. وبعدها بتديله خاتم وبتقول له ما تقلعهوش ابدا من ايدك. والاتنين بيكونوا ميتين في حب بعض. وروني بعدها بيروح يسكر وبيرجع المدرسة وهو بيتطوح وبيشوف المعلم وبيقول له ان ده مش فندق عشان ترجع فيه براحتك. فروني بيقول له انا ما اخترتش اجي هنا، ابويا اللي اختار ان انا اجي هنا عشان تدربني، مع اني من ساعه ما جيت وانا مش بتدرب. انا شايف ان الكاراتيه الصيني احسن من الشاولين بتاعكوا ده. وكان سايبه وماشي بس المعلم بيوقفه وبيقول له الشخص اللي اخترع الشاولين كان شخص هندي وسافر الصين وعلم الصينيين 80 اسلوب في الفنون القتاليه. والصينيين ساعتها ما كانوش يعرفوا حاجه عنها. وبيقرب منه وضربه في بطنه وخلاه يرجع كل اللي شربه. ولما عرف انه شرب خمره خده قدام المرايه وقال له الغزاله بتصحى الصبح بدري عشان تطلع تجري لانها خايفه لحد يقتلها، والاسد بيصحى بدري لو ما جريتش مش هلحق اكل وهموت من جوع. وانت كمان لازم تجري وتشوف حياتك وتجري ورا هدفك وتحققه والا هتموت من جوه ولازم تكمل تدريبك. وبيقول له تدريب ايه؟ انا من ساعه ما جيت وانا عمال اطبخ وامسح ولا اني الشغاله. بس المعلم كان هيهاجمه وروني لقى نفسه سريع وبيصد ضرباته. وبيستغرب روني وبيفهم انه اتعلم السرعه من الحاجات اللي كان بيعملها في المكان. والمعلم بيقول له انك كنت بتتدرب من اول يوم ليك. وروني كان هيوطي يبوس رجله. ومن بعدها بيبدا روني تدريبه بكل جديه وبيقاتل كل الطلاب. وراجو بيشوفه وبيحس بالغيره لان المعلم كان مهتم بيه بزياده وبيسلم عليه بكبرياء وبيقول له برافو عليك انت ولد كويس. والمعلم بيحضن روني عشان روني كان قد المسؤولية. وفي يوم كان روني وسيا مع بعض وسيا شافت أبوها من بعيد وروني قال لها ده أبوكي؟ قالت له هو. فروني قال لها خلاص اركبي التوك توك ده وامشي. وروني عمل كده عشان ما كانش عايز أبوها يعرف إن هو بيحبها. وأبوها لما جه قال له كده تمشي صاحبتك مش كنت تعرفني عليها الأول؟ فقال له يلا بينا طيب نشرب حاجة. فروني قال له أنا آسف أنا وقفت شرب. فأبوها بعدها بيتصدم لما شاف الخاتم بتاع سيا في إيد روني فبيفهم ان صاحبة روني تبقى بنته وحاول ياخد منه الخاتم بس روني بيرفض. فابوها بيتضايق جدا وبيروح يحكي لراجو على كل حاجة. فراجو بيقول له انا هقتل الواد روني ده لو اضطريت. بس المعلم بيسمعه لما بيقول كده وبيقول له الحب عمره ما كان بالعافية، ممكن تقتل بس مش هتلاقي الحب وانا مش هسيبك تقتل حد طول ما انا عايش. وراجو بيتعصب جدا من كلامه وبيقرر يحط السم في الاكل بتاع ابوه وبيقتله بدم بارد جدا. وبعد كده بيؤمر رجالته انهم يجيبوا روني. فرجالته بيقولوا لروني تعالى معانا عشان راجو عايزك. فروني قال له استنوا اجيب حاجه حلوه لسيبهم. فقاموا رجاله راجو خاطفين سيبهم لانهم عارفين ان روني بيحبه. وروني بيتجنن جدا وبيقعد يجري وراهم لحد ما بيوصل لهم وبيطلب منهم يجيبوا الواد بس بيقعدوا يحدفوا الواد لبعض. وروني كان وسطهم زي الكلب الحيران. وروني بيتعصب جدا وبيخرج عن شعوره وفي 2 بيجوا يمسكوه بس روني بينزل فيهم ضرب والعصابة بتجري وبيرموا سيبه من مكان عالي بس روني بيمسكه وبيلحقه وأفراد العصابة بينزلوا له. وروني بيكشر عن أنيابه وبيدور فيهم الضرب كلهم ومفيش حد كان قادر عليه. وبيمسك الزعيم بتاعهم وبينزل فيه ضرب وكان خلاص هيموته بس سيبه بيوقفه. وبيوصل بعدها راجو وبينزل ضرب في روني وراجو كان أقوى منه بكتير. وروني حاول يضربه بس ما كانش عارف وراجو بيصد كل ضرباته. وراجو كان خلاص هيموته بس روني بيقدر يفلت منه. ورجالة راجو بيجروا على روني بس روني بياخد خرطوم البنزين وبيرش عليهم وبيمسك الولاعة في الإيد التانية وبيسأل راجو إيه اللي
حصل لي ده كله؟ فراجو قال له انت الغلطان عشان دخلت حياة سيا، وسيا دي انا بحبها وهتجوزها. فروني قال له مستحيل، سيا بتحبني انا. فراجو قال له الستات بتحب القوة وانت ضعيف. فروني رش على نفسه بنزين وقال له انا مستعد اموت علشانها، لو انت كمان مستعد تعالى. فراجو قال له انا هخلص عليك وهقتلك حالا. وروني قال له انت مستعجل تقتلني ليه؟ خناقتنا لسه بتبدأ. وبعدها بيروحوا كلهم يحضروا جنازة المعلم، وراجو كان قرر يسيب روني عايش عشان ما يبقاش بطل في عين سيا، وكان محضر خطة معينة علشان يخلص منه. وروني بيقعد جنب قبر المعلم وبيقعد يعيط وبيقول له انت اللي خلتني انسان وانا عمري ما هنساه، وهكمل تعليمي في القتال علشانك. وبعدها الشرطة بتوصل وبتقبض على روني عشان روني دمر محلات الناس لما كان بيتخانق في الشارع وخوف الناس منه. وطبعا اللي خلى الشرطة تقبض على روني كان راجو، لأن راجو كان بيدي رجاوي لكل الضباط اللي موجودين في المدينة، وبيفهم روني إن راجو هو السبب، وأبو سيا بيكون متفق معاه. بس بعدها روني بيخرج من السجن بكفالة، واللي دفع الكفالة كان أبو سيا. وبيروح بعدها روني بيحكي كل حاجة لسيا، وبيقول لها أبوك اتفق مع راجو عشان يحبسوني ويخلصوا مني ويخلوني أبعد عنك. بس سيا بتقول له مستحيل، وليه أبويا دفع الكفالة وخرجك عشان لما اجي واحكي لك اللي حصل ما تصدقينيش. وفعلا سيا مش بتكون مصدقه كلام روني، وروني بيقول لها انا قررت اسافر وهكمل تعليمي في القتال بره المدينه، والقطر هيمشي الساعه 6، ولو جيت عشان تودعيني انا هفهم انك بتحبيني زي ما انا بحبك. وبيسيبها روني وبيمشي، وسيا بتروح لمامتها وبتقعد تعيط وبتحكي لها اللي قاله روني. وساعتها ابوها كان واقف وبيتصنت عليهم، وقام قاطع لبسه وخبط دماغه في الحيط ودخل عليهم وهو متعور وعليه دم. وبيقول لي سيا ان روني هو اللي عمل فيه كده لما قلت له تعالى نصفي اللي ما بينك وما بين سيا، وقام ضاربني وشاتمني ومرجع لك الخاتم ده. وسيا بتتصدم وبتكون مش مصدقه نفسها. وروني في نفس الوقت كان في محطه القطر ومعاه سيبهم، وكان مستني سيا بس ما ظهرتش، وابوها بيبقى نجح في الخطه بتاعته وكان مديها خاتم مزيف مش هو الخاتم بتاع روني. وسيا كانت برضه مقرره انها ما تتجوزش راجو، وقررت تخش مجال التمثيل. وبيوصل راجو لمكان التصوير وبيقابل ابو سيا وبيضربه بالقلم عشان ابو سيا لسه ما اقنعهاش ان هي تتجوزه. وساعتها بتظهر سيا وراجو بيخطفها وبياخدها لتايلاند. والمنتج بتاع الفيلم وابو سيا راحوا بعدها لاسم الشرطه، بس الضابط قال لهم مين اللي خطفها؟ راجو زعيم المافيا، انتوا تروحوا تعملوا بلاغ لوزير الداخليه مش ليا انا. وبيروحوا هما الاتنين لعضو مجلس الشعب، بس عضو المجلس قال لهم لا انا مش قد راجو. وراجو ساعتها فضل حابسها في بيت عليه حراسه شديده جدا وما كانتش بتخرج منه. وبعدها ابو سيا والمنتج راحوا لمسؤول كبير جدا في الهند وطلبوا منه المساعده، بس المسؤول لما عرف ان راجو هو اللي خطف سيا وراح بيها لتايلاند قال لهم احنا مش هنقدر نتدخل ونعمل حاجه في تايلاند، احنا هنحاول نعمل اللي نقدر عليه بس الموضوع هياخد وقت كبير. والمنتج بيخرج وهو متضايق جدا لان تصوير الفيلم متعطل بسبب سيا، وكده المخرج بيخسر فلوس كتير جدا وبيفقد الامل ان ممكن حاجه تحصل. بس ابو سيا بيقول له ان مفيش غير شخص واحد هو اللي هيقدر يساعدنا، والشخص ده يبقى روني. وروني بيبقى مستواه في الفنون القتاليه اتحسن جدا، وساعتها بتجيله مكالمه من المستشفى اللي بيتعالج فيها سبهو، وسبهو كان محتاج عمليه عشان يرجع يتكلم تاني. والدكتور بيقول له احنا نقدر نعمل له العمليه وهتنجح، بس لازم تحضر تمن العمليه عشان الدكاتره تبدا فيها. وروني بيقعد يفكر هيجيب الفلوس منين. وبعدها بيوصلوا المنتج وابو سيا لمكان روني، والمنتج بيروح يكلم روني وابو سيا كان مستخبي. والمنتج بيقول له انا اسمي جودي منتج الافلام. وبيقعد جودي يحكي لروني عن مشكلته في الفيلم اللي بيصوره، وروني كان قاعد ومش مديله اي اهتمام وبيفكر في سبهو اللي هو محتاج عمليه. وجودي بيقول له ان بطله فيلم الاخيره اتخطفت، لو قدرت ترجعها لي هديك الفلوس اللي انت عايزها. وساعتها روني بيبص له، وروني بيتصدم لما جودي بيوري له صوره سيا وبيسيبه وبيمشي وبيقول له انا ماليش دعوه. وابو سيا بيقول لجودي ما تقلقش روني لسه بيحبها واكيد هيعوز ينقذها والا ما كانش قلق كده. وروني ساعتها بيبدا يفتكر ذكرياته مع سيا، فجودي بيجيله وبيقول له ها غيرت رايك ولا ايه؟ فروني بيقول له انا هنقذها عشان انا محتاج الفلوس. وبيروح روني وقتها يجمع معلومات عن حراس راجو، وبيسافر روني بعدها وبيروح لتايلاند. وقتها راجو بيخش على سيا الأوضة وبيلاقيها متعصبة وعمالة تكسر في كل حاجة، وراجو كان بيحاول يهديها وبيقول لها ما تخافش مني احنا هنبدأ حياة جديدة لما نتجوز. فسيا قالت له لا ده في أحلامك بس، وقالت له انا هقتلك لو جات لي الفرصة. فراجو بيقول لها انت هنا في مدينتي وما تفتكريش ان في حد هيجي وهينقذك. وراجو ما كانش يعرف ان روني لسه واصل تايلاند
وبيوصل لحلبة قتال شوارع وبيتحدى أفضل مقاتل في المكان وبيبدأ القتال وكله بيبقى مراهن إن روني هو اللي هيخسر. بس روني بيخلص على الخصم بحركة واحدة بس وكله بيتصدم. وروني بيبقى هدفه إن هو يوصل لشخص اسمه جيم، وجيم ده بيبقى صاحب حلبة القتال وبيبقى حارس من حراس راجو. وبسبب إن روني هو اللي كسب، كيم بيخسر كل المراهنات وبيبقى مبلغ كبير جدا. وفعلا خطة روني بتنجح وكيم بيروح البيت اللي روني قاعد فيه وكان معاه رجاله كتيره جدا، وروني بيقعد يجري منهم في الشارع وبعدها بيبدا يقاتلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بكل مهاره. وبعدها جيم بيدفع عليه المسدس بس روني بيخطفه منه وبيرفعه عليه وبيقول له فين بيجو، وكيم بيخاف منه بيعرفه مكانه. وبيجو بيبقى واحد من رجاله راجو وبيروح له بيته وبيضربه وبيرفع السلاح على مراته وبيحذره وبيقول له قول لي على مكان سيا والا هتودع مراتك. وبيجو بيقول له بلاش، انت مش قد راجو ومحدش بيقدر يوصل لراجو الا لو راجو عاوز كده. فروني بيضغط عليه فبيجو بيقول له على المكان اللي محبوس فيها سيا، بس بيقول له ان العماره دي عليها حراسه شديده جدا ورجاله امن مسلحين، ولو عديت منهم ففي كل دور في رجاله مسلحه ومقاتلين محترفين جدا ومتدربين على اعلى مستوى وابطال عالم في الكاراتيه وفي الكونج فو، ولو عديت من كل دول هتقابل يونج، ويونج ده مش بني ادم، ده آلة قتل صينيه. وفي اخر دور هتكون سيا موجوده. وفي نفس الوقت راجو بيخش على سيا الأوضة وكان بيصحيها وبيلبسها سلسلة، بس هي لما فاقت ولقيته قريب منها قامت ضرباه، بس حراس راجو بيتدخلوا وضربوا سيا على دماغها وأفقدوها الوعي. وراجو بيتصل ببيجو وبيقول له سيا راحت المستشفى، وروني بيقول لبيجو فين المستشفى دي، بس بيجو بيقول له مش هينفع اقول لك. فراح روني قتل مرات بيجو بس برضه عرف مكان المستشفى من جيم لان خطفه وحطه في شنطه العربيه. وبيتنكر روني وبيعمل نفسه دكتور وسيا بتتفاجئ لما بتشوفه، وروني كان واخدها وماشي. لكن ساعتها كيم اللي محبوس في شنطه العربيه بدا يتصل باخوه يونج وبيقول له في شاب هندي حبسني ودخل المستشفى. فيونج بيقول له مين الواد الهندي ده اللي عمل كده. فساعتها بيسمعوا راجو وبيعرف انه روني وبيجري هو ورجالته علشان يلحقوهم، وفعلا بيلحقوهم وبيرفع عليه مسدس، ولكن روني بيرفع المشرط على سيل وبيقول له راجو لو انت اتحركت انت واللي معاك انا هقتلها، وبيخليهم ينزلوا اسلحتهم. وبيهرب روني وسيا من المكان وبيركبوا تاكسي بسرعه وبيمشوا. وبعدها روني بياخد سيا وبيركبوا مركب وكانوا رايحين لجزيره، وطول السكه ما كانوش باصين لبعض وبيفتكروا ايام زمان. وبيوصلوا بعدها الجزيره وكان المفروض اهل سيا هيجوا ياخدوها من هناك. وروني بيقول لسيا انا اسف اني وريتك وشي مره تانية، وهي بتقول له انا ما طلبتش منك تيجي. وروني قال لها انا ما جيتش علشانك، انا جيت انقذك علشان مقابل مادي. وسيا بتتضايق جدا من الكلمتين دول وبتقول له انا ما بقتش عايزاك، وقالت له على فكره انا كنت اقدر اهرب لوحدي. وروني كان سايبها وماشي بس الدنيا بتمطر وبيخلع القميص وبيحطه على كتفها. وساعتها سيا بتتفاجئ لما بتشوف الخاتم انه لسه في ايد روني وبتبدا تحكي له كل اللي حصل، وهو كمان بيحكي لها كل حاجه. ولما بيعرفوا الحقيقه بيرجعوا يحبوا بعض من تاني وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا. ولكن بيوصل راجو ورجالته وبيضربوه على دماغه وبياخدوا منه سيا وبينزلوا فيه ضرب، وبينزل يونج من العربيه عشان ينتقم لاخوه. كمان بيوصل بيجو اللي روني قتل مراته، وراجو بيقول لروني انت كتبت شهاده وفاتك بايدك، وبيأمر بيجو ويونج انهم يدخلوا يكسروا عظمه، والاتنين بينزلوا فيه ضرب جامد جدا. وبيجو بعدها بيطلع مسدسه وبيقتل روني وبينتقم لمراته، وبتنهار سيا تفتكر كل ذكرياتهم قدام عينيها. وجثة روني بتقع في الميه وراجو بياخد سيا وبيمشوا، وراجو بيقول لها انا عايز ابدا معاك حياه جديده واتجوزك، ولو ما وافقتيش اخليك تحصلي حبيب القلب. ولكن ساعتها الدنيا بتمطر وسيا بتحس ان روني لسه عايش، وفعلا روني مش بيكون مات، وبيهجم على الحراس اللي في المدخل وبيخلص عليهم كلهم، وبيخش الدور اللي بعديه وبيكسر عظم الرجاله اللي موجودين فيه، وبيخش على رجاله الكاراتيه والكونج فو ومش بيسيب حد فيهم عايش. وبيكمل روني زي الاسد وبيخلص على كل اللي بيجي قدامه. وراجو بيشوفه في الكاميرات ومش بيكون مصدق عينه، وبيفهم راجو ان بيجو ما قتلش روني وسابه عايش. وبيجو قال له انا ما رضيتش اقتله عشان روني على حق، وكان قدامه يقتل مراتي بس ما قتلهاش. وراجو بيضحك وبيقتل بيجو. وبعد ما روني خلص على رجاله راجو مش بيبقى فاضل غير يونج، وبيخشوا هما الاتنين في قتال شرس جدا. ويونج كان مقاتل قوي فعلا وقدر يسدد لروني ضربات قويه، وبيمسكه وبيقول له في فرق كبير ما بين القتال الصيني والقتال الهندي بتاعكم، ونزل في وشه وبطنه ضرب شديد. بس روني بيستجمع قوته وبيوري له اسلوب القتال الهندي اللي اتعلمه من المعلم، وبيكسر عظمه وبيقول له معلش المنتج الصيني مش بيعيش كتير. وبعدها خلص عليه وقتله، وسيا بتبقى هربت وبتحضن روني،
وبتقول له يلا بينا نمشي من هنا، بس روني بيقول لها ما ينفعش، واحد فينا يخرج عايش من هنا، يا انا يا هو. وبيروحوا هما الاتنين لراجو، وراجو بيقول له مفيش حد بيبقى بطل بعد ما اتدرب 4 شهور بس. وروني قال له في فرق كبير بين الحمار والحصان. وقام راجو رافس روني، وسيا كانت بتهاجمه وقام ضربها هي كمان، وبتبدأ مواجهة عنيفة بين روني وراجو. وكان راجو متفوق على روني في القتال، وروني كانت فرصته ضعيفة قدامه. وراجو بيقول له ايه تعبت بدري، ده انا قتلت ابويا علشان اتجوز سيا، فهتيجي انت وتعطلني؟ فروني لما عرف ان راجو قتل المعلم بيغضب جدا، وبيقول له المعلم بتاعي لسه عايش، والتعليم اللي اتعلمته منه بيجري في عروقي. انت من دمه، بس قوته ومهارته في دمي انا. وبيبدأ روني يعمل حركات المعلم كأنه لسه عايش بالظبط، وبيهجم على راجو وبيكسر له عظم رقبته، وبعدها بيكسر له القفص الصدري والعمود الفقري، وبعدها بيخلص عليه نهائيا وبيكسر له الجمجمه. وبعدها بيرجعوا هما الاتنين لمدرسه المعلم، وروني بيعمل للمعلم تمثال وبيقرر يتولى تدريب الطلاب من بعده. وبكده يكون خلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.